السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يعني يا رب تكونوا بخير، تكونوا بصحة وسلامة. مش عارف يعني يا رب كده يكون صوت المروحة ده مش عامل حاجة معاكم يعني. تمام. طيب، عدنا، لكن مش بالقوة اللي احنا كنا متفقين عليها. الموضوع كبير، او انا مكبره، فاهم؟ فده اللي هنتناقش فيه النهارده. هل الحاجة الوحيدة اللي انا فعلا آه خدت بالي منها اليومين اللي فاتوا، وزي اللي انا بحاول اهندل الدنيا من تاني واظبطها، ان حته ان احنا ساعات بنعمل حاجات او بنقول على حاجه حاجه معينه مشكله وهي مش مشكله. يعني بتبقى الحاجه انا عايز احرك ايدي مش عارف اعمل ايه، مش عارف انا زي نفسي في الكادر ده ليه. تمام. ممكن. ماشي. مثلا ف نيجي مثلا نقول على حاجه مشكله وهي مش مشكله، بس نظره ان احنا خليناها مشكله اثرت علينا، اثرت على نفسيتنا، اثرت على تعبنا. ده يعتبر نفس الشيء اللي حصل معاه في موضوع النوم مثلا يعني. شايف ان انا حته النوم مشكله وفعلا يعني. اصل اقول لك على حاجه، انا واحد جرب العكس، يعني جرب الصح. فطبيعي لما اجي اشوف الحاجه دي دلوقتي فيها غلط، فيها غلط. بس هل هي المشكله اللي اسيبها تاثر عليا؟ دي بقى اللي محتاجين نخش في الموضوع ده، يعني نخش في الحته دي فيها. انا لسه مشتت قوي بالمناسبه، وده راجع ان انا بقيت بمسك التليفون كتير جدا. أه حته مسك التليفون ديت مش هيفهمها غير اللي مثلا يعني فاهم. ممكن نقول 60 70% من اللي انا فيه دلوقتي بسبب ماسك التليفون. مش هيفهم الحته دي غير فعلا اللي كان متعافي خالص من حوار السوشيال ميديا وبعده مره واحده رجع تاني، او هو من بعيد فشايف الوضع عامل ازاي. فقعدت فتره كبيره انا بعيد عن التليفونات والكلام ده كله، السوشيال ميديا السكرول والكلام ده كله. فكنت وصلت يعني لصحه جيده، صحه عقليه كويسه يعني. فحاليا انا مشتت. طيب، إيه اللي انا بقدر اعمله حاليا؟ اللي بقدر اعمله حاليا ان انا بحاول يوم ويوم لا، يعني في حته النوم مثلا يوم يوم لا، حته سيبان التليفون دي لسه ما قدرتش اكنترول عليها تاني. سبحان الله، كل مره كان عندي المهاره ان انا اقدر اقوم من اللي انا فيه وان انا اقدر اكمل واظبط الدنيا. لكن المره دي معرفش، هل الموضوع صعب ان انا اقوم تاني؟ هل الوضع بقى غير الوضع؟ مش عارف. يمكن الأوضة اللي أنا فيها دي يعني عدت معاها بمحطات كتير أوي في حياتي. وأنا دايما من النوع اللي بدأ بقول يا رب ارزقني وزدني. وعارف إن أنا لما أقول دعاء زي دوت ربنا هيختبرني أكتر من مرة. والحمد لله عديت باختبارات كتير، الحمد لله كانت بتعدي. بس أنا غلطتي إن أنا ما عملتش حساب الاختبار بتاع دلوقتي ده. أنا غلطتي إن أنا ما ما عملتش حساب الاختبار اللي أنا فيه دلوقتي ده. الله أعلم هو اختبار ولا هو من نفسي ولا. اللي اقدر اقوله ان انا حاليا بحاول اعمل يعني فاهم، يعني دي حاجه عايز اقولها لك بقى. آه اعمل اللي انت مفروض تعمله، حتى لو انت مش قادر، حتى لو مش هتعمله باكمل وجه. بس صدقني حته ان انت تستسلم خالص للوضع الحالي، انا خايف من يوم الجمعه اللي هو بتاع، يعني انا بصور النهارده الخميس، انا خايف من يوم الجمعه بكره ما عنديش شغل، ما عنديش حاجه انا خايف من اليوم ده. خايف من اليوم ده لان انا مش عارف اعمل ايه. فاهم، خايف ان انا اقعد فاضي. ده بجد. ف في حاجات كتير مؤثرة مش عارف ظبطتها منين او مش يعني. كان عندي المهارة فعلا ان انا يعني فاهم مش انتكس، اخرج بره المسار بتاعه وبره النظام بتاعي وارجع له تاني وبسهولة جدا. معرفش إيه اللي حصل فجأة. بس الحاجة الوحيدة اللي انا ممكن اقدر انصحك بيها دلوقتي
حتة ان انت تكمل في شغلك او تكمل في الحاجة اللي انت بتعملها حتى لو تحس بضغط كبير، حتى لو الضغط ده اصلا مش طبيعي ان انت تحس بيه. لازم تعدي بيه في فترة. لازم تستحمل الضغط اللي انت فيه كفي شغل، كفي حياة عموما. حاول تستحمل ضغط الحاجات اللي انت لازم تعملها، الصلاة مثلا. حاول تستحمل، لان يعني ما ينفعش دلوقتي تيجي ترمي فاهم كل حاجة كده وتروح انا ماشي. انت مش هتحب الوضع، انت مش هتحب الوضع. وفي حاجات انت مش هتقدر تعملها يعني فاهم. انت خلاص مش هتقدر تعملها، معاك مش هتقدر تعملها. انا نسيت اعمل التليفون سايلنت. تمام. يعني فاهم، تايه يا صاحبي والله، يعني فاهم تايه، وبدأ ربنا ان هو فاهم يرجعني للحتة اللي انا كنت فيها تاني. لان الحمد لله على كل حال وكل حاجة، بس فاهم بقى الواحد بيسعى ان هو يبقى في حال احسن من ده، لان هو كان وصل لحتة احسن من دي، فان هو يرجع دلوقتي يوصل لحتة تانية هو مش حاببها. الموضوع مش لذيذ، مش لذيذ خالص فاهم، نهائي. ف حاول 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 تبسط الامور في الفترة دي على قد ما تقدر، عشان تعرف تتعداها او تعرف تتخطاها. بسط الامور على قد ما تقدر، ما تحاولش يعني تفهم تحط على نفسك حمل انت مش قده فاهم. انا على عيني دلوقتي ان انا اطلع اقول لك الكلام ده اصلا، بس انت فاهم هبقى بضحك عليك لو جيت دلوقتي اطلع انصحك واضحك لك ومش عارف ايه فاهمني. ربنا شايفني. فبس هو الحل احسن، يعني الحل احسن بكتير عن المره اللي فاتت. على الاقل المره اللي فاتت انا ما كانش عندي طاقه حتى ان انا اقعد اظبط فاهم كادر اصور فيه. لا يلا، يلا بجد فاهم مش قادر. آه انا مؤمن ومتيقن ان كل حاجه هتبقى احسن. ربنا مش هيسيبني في الوحش، او مش هيسيبني في حاجه انا مش مرتاح فيها. ف يعني يا رب تبقوا بخير، وحاول تاخد مني الحلو ما تاخدش مني الوحش فاهم. يعني انت عندك على الشانل هنا عملت حاجات كتير حلوه، قلب في الشانل اللي انت لسه جديد فاهم، واتفرج واتعلم فاهم. آه بس صدقني ان انت لازم تبص ان في حاجات احنا بنعمل لها مشكله وهي مش مشكله يعني فاهم. ساعات بتبقى حاجات كتير قوي هي اللي بتبقى السبب في كل اللي احنا فيه دلوقتي. حاول يا صاحبي، حاول. و يعني اشوفك على خير باذن الله في اقرب وقت، هو تقريبا الجمعه الجايه. هحاول ان انا ابدا انزل شورتس تاني الاسبوع دوت بس فاهم. هحاول. اشوفك على خير يا صاحبي، سلام.